شيء جاي من نواف، في 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 شيء جاي من نواف. السعوديه بتفوز على الارجنتين في مفاجاه اللي هو ايه مش هتتكرر، اللي هو انت لو سالت اكتر الطامحين للسعوديه ان هو انتوا هتعملوا ايه في البطوله، هتعملوا ايه في اول ماتش، هيقول لك اللي هو يا ريت اخرج تعادل. رينارد النهارده هو بيدير المباراه، مدرب كبير جدا تفوق على سكالوني مدرب فريق الارجنتين، واللي هو بيظهر ان هو اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو انزل العب وما تخافش، انزل افرض شخصيتك، اعمل احتياطاتك للفرقه اللي انت بتلعبها بس ما تبقاش خايف منها. هو دوت اللي احنا اتكلمنا عليه، بتنزل بتأدي كويس جدا في اول 7 دقائق بيتحسب عليك ضربه جزاء كاي منتخب عربي، فانت هترجع كاي منتخب عربي، فانت هترجع تدافع، فانت اللي هو بعد الهدف ده خلاص بقى واللي هو هتحبط والدنيا معاك هتضيع وهتروح في 60 داهيه، ده كاي منتخب عربي. انما رينارد اللي هو لا انا هفضل موجود، اللي هو انا محفظ اللعيبه بتاعتي هم هيعملوا ايه، انا دارس كويس الارجنتين، انا هعرف اتعامل كويس. الموضوع بتاع التسلل دوت هو مش صدفه، هو مش حاجه اللي هو بتحصل كده كل شويه وخلاص اللي هو معتمده مثلا على الصدفه، لا اللعيبه متمركزه، والدليل ان انت بتطلع في الماتش كله ب10 تسلل، ال10 كانت لو الكره عدت، لو اللعيبه بتاعتك التمركزات بتاعتها مش صحيحه كنت ممكن تلبس هدف واثنين والموضوع كان يبقى معاك اللي هو رهيب جدا. منتخب السعوديه اللي هو عمله في الماتش دوت والمدرب اللي هو عمله ان هو امنوا بنفسهم، امنوا بالقدرات اللي عندهم، امنوا ان هم يقدروا يأدوا قصاد فريق زي الارجنتين. محدش كان متوقع، بس اللي هم عملوه ان هم نازلين يلعبوا المباراه اول مباراه في كاس عالم، مباراه في كاس عالم، بلاعب الارجنتين بس هنزل العب، هعمل اللي عليا، هنزل مآمن بنفسي ومآمن بقدراتي ان انا اقدر اتخطى اي حاجه، ان انا اعرف اتعامل. وهو دوت اللي حصل بعد ما استقبل الهدف الاول، لا هو مكمل، هو مثلا ما رجعش يدافع زي ما قلنا، وبعد ما سجل هدف التعادل برضو اللي هو الطريقه بتاعته ما اتغيرتش، انا هكمل موجود، انا هعرف اتعامل كويس. على الناحيه الثانيه فريق الارجنتين الاثنين مدافعين بتوعه الاثنين مش اللي هو لعيبه كوره بمعنى صح، مش لعيبه اللي هو هتعرف تطلع بالكوره لقدام، مش لعيبه اللي هي بتعرف تبني اللعب، فكنت بتلاقي ان اغلب التمريرات اللي كانت موجوده كانت بتبقى دايما بتروح بشكل عمودي على الاطراف. اللعيبه بتاعت الارجنتين ما كانتش ظاهره، وفي المقابل الثاني لعيبه السعوديه كان رينارد محفظهم الضغط بطريقه كبيره جدا، ففي طول ال90 دقيقه بتاعت المباراه السعوديه كانت بتضغط بطريقه اللي هو كبيره، طريقه منظمه، كل لعيب هتلاقي في ظهره لعيب واثنين. الناس ديت كانت دارسه فعلا الماتش كويس، دارسه الارجنتين كويس، عارفين ان الارجنتين هيكون عندها عيب في الاثنين مدافعين بتاعها ما بيعرفوش يخرجوا بالكوره، فاحنا هنضغط من الحته ديت، فاحنا هنغلطهم من الحته ديت، وهنأدي مباراه وهنعمل كل اللي علينا. الفكره ان هو في المباراه بتاعت النهارده هو فاز اللي يستحق. في كده مباريات اللي هو بتقول لك اتخطفت، بتقول لك يعني مثلا في مباراه هولندا والسنغال امبارح كنا قلنا ان فاز من لا يستحق، السنغال قدم مباراه كبيره جدا بس هولندا خطف الماتش، انما النهارده الارجنتين ما عملش حاجه تذكر يعتبر في المباراه. في بدايه الشوط الاول المباراه كانت لينا كلنا اللي هي ماشيه، احنا عارفين ان في الاخر مثلا هتلاقي الارجنتين هو اللي بيكسب، انما اللي انت ما كنتش متوقع ان السعوديه هتفضل بالشكل دوت طول ال90 دقيقه، هتظهر ان هي تكون بشكل مميز، هتظهر ان اللعيبه اللي هو مش هتسرح، اللعيبه اللي هو مش هتحس ان المباراه كبيره عليهم، هم اللي هو ما كبروش منتخب الارجنتين عليهم، بس هم احترموا الارجنتين وما احترموهوش زياده عن اللزوم، احترموه بالمعقول، احترموه بالطريقه ان هم يلعبوا معاه. على ناحيه فريق السعوديه اللعيبه اللي موجوده هناك في فريق السعوديه قدمت النهارده حاجات، في لعيبه كبيره مع احترامي الكامل ليهم زي ميسي وزي دي ماريا وزي لوتارو مارتينيز، يعني مع احترامي ليهم، بس في نفس الوقت لعيبه السعوديه قدمت لمحات فنيه كانت احسن بكتير. مارتينيز جاب الهدف اللي هو اتلغى والطريقتين كانوا حلوين، بس اقصد اللي هو طول المباراه اللي هو ما كانش فيه اللي هو الحاجه اللي هي ترعب، انت شفت حاجات فنيه لمسات حلوه جدا من لعيبه السعوديه ما كنتش متوقع ان انت هتشوفها بس شفتها. وعلى الناحيه الثانيه اللي انت كنت متوقع منهم ان هم يقدموا كويس جدا اللي هو الارجنتين واللعيبه بتاعتهم ما قدموش دوت تماما. ما اتكلمت قبل كده عن قائمه منتخب السعوديه واتكلمنا ودرسناها بالتفصيل، واتكلمت في حلقه امبارح عن حظوظ المنتخبات العرب في كاس العالم، اتكلمنا ان السعوديه بيمتلك نص ملعب متناغم جدا ودوت من الهلال السعودي، وان هو على مستوى الهجوم فهو عنده هجوم فتاك، وفعلا هو دوت اللي احنا شفناه النهارده، كل اللي اتكلمنا عليه هو دوت اللي حصل. اللعيبه بينها تناغم كبير جدا، اللعيبه قادره ان هي تعرف تتعامل مع فرق كبيره، قادره ان هي تعرف تروح، قادره تجاري اي فرقه كبيره من غير اي خوف، من غير اي رهبه، باحترام بس مش خايف.
حارس مرمى السعوديه وهو العويسي النهارده ليه كل التقدير، كل الاحترام، كل الحب، كل الفخر ليه، لان لولا الماتش ما كانش هيخرج بالنتيجه ديت. لولا كان ممكن السعوديه يخسر ويخسر كتير كمان. حارس كان اسد، كان قد المسؤوليه. واللقطه اللي هي بتاعه المدافع لما وقع واللي هو حصل التصادم بينهم وبين بعض، اللقطه بتاعته هو حاطط ايده على دماغه، اللي هو حاسس بمسؤوليه الموقف، اللي هو ناس اللي هو من جواها كده عندها دم، ناس اللي هو بتحس. في لعيبه تانية اللي هو المواضيع كلها مش فارقه معاها، ولا فارق معاها المباراه، ولا فارق معاها اصابه زميل، ولا فارق معاها اي حاجه. دي كانت اكتر لقطه بالنسبه لي مؤثره في المباراه. وهو في وجه العام على المباراه يعني هو كان بيقدم بشكل كويس جدا، وهو سبب من اسباب ان فريق السعوديه يخرج بالثلاث نقط بتوع المباراه بدون مبالغه. فريق الارجنتين في ناس بتقول لك مش هحكم عليه من اول ماتش، او مش هحكم مثلا ان هم ممكن ياخدوا البطوله. لا، دي حاجه اللي هو موضوع ان هم ممكن ياخدوا بطوله ولا لا، بس الفكره ان انت بتحكم على الفريق من خلال اللي انت هيقدمه في اول ماتش. على سبيل المثال انت دلوقتي بقيت عارف ان انجلترا هيكون ند قوي في الادوار الجايه، بقيت عارف ان السنغال منتخب رخم بس بيفتقدوا لساديو ماني، بقيت عارف ان امريكا بتقدم كوره رتمها سريع جدا، بقيت عارف ان السعوديه هتقاتل على كل كوره. فانت بقيت عارف برضو ان هولندا على مستوى الهجوم فهولندا ضعيفه، ورغم ان في 3 عتاوله في الدفاع بتاع هولندا الا ان عندهم مشاكل. فانت بقيت بتشوف ان فريق الارجنتين لو اتطبق عليه ضغط في منطقه الدفاع تحديدا على الثنائي الدفاعي ممكن اللي هو الدنيا عندهم ما تبقاش احسن حاجه. وبتشوف لما بيبقى في فريق بيلعبهم على الاوفسايد بس بالظبط بالتمركزات اللي كان بيتمركزها لعيبه السعوديه، بتشوف ان فريق الارجنتين مش هيبقى عنده اللي هو الحلول السحريه الا بقى لو هو اشتغلوا عليها في خلال الفتره الجايه. اتمنى ان الدنمارك لو سجلت في تونس والمغرب لو مثلا اتسجل فيها، اتمنى ان هم يرجعوا تاني يكملوا، ان هم يفضلوا متماسكين، مش اللي هو مسافه ما بيدخل فينا هدف كانديه عربيه او كفرق عربيه كمنتخبات يعني اللي هو بنرجع على طول وبندافع وبننسى كل الخطط اللي كانت موجوده. السعوديه السبب الرئيسي ان هو يكمل في المباراه هو الضغط اللي كان بيعمله، هو ان الطريقه بتاعتهم ما اتغيرتش برغم استقبالهم للهدف، وهم لما تعادلوا الطريقه بتاعتهم ما اتغيرتش، هم عايزين يسجلوا الثاني، ولما سجلوا الثاني برده ما اتغيرتش، كانوا بيحاولوا يسجلوا الثالث. رجعوا يدافعوا شويه وده طبيعي، انما كان في اللي هو مستوى على الهجوم كانوا بيحاولوا فيه وكانوا بينجحوا فيه ان هم يوصلوا بس. وكل الشكر والتقدير والاحترام والفخر للاجواء اللي السعوديه عايشتها لينا المباراه ديت. يعني انا كنت لغايه امبارح بقول ان مباراه امريكا وويلز هي المباراه اللي هي بدات فيها كاس العالم، بدا اللي هو نحس باجواء كاس العالم من خلال الجماهير والكره اللي اتقدمت والسرعه والاحتفالات وكل الحاجات ديت. انما مباراه النهارده ديت هي البدايه فعلا الحقيقيه لكاس العالم ولينا احنا كعرب. انا زعلان ان مصر مش موجوده، بس على الناحيه الثانيه انا فرحان جدا وفخور جدا بالروح اللي لعبوا بيها وبالاداء وبالقتال وبكل حاجه قدمتها السعوديه، ودوت اللي انا كنت مستني ان انا اشوفه من قطر. فانا بقيت حاسس ان البطوله اصلا ملعوبه في السعوديه مش ملعوبه في قطر. وبس لغايه هنا يكون كلامنا خلص النهارده. اتمنى ان تونس والمغرب يأدوا برده بشكل كويس في خلال المباراتين الجايين، وقطر يرجع يستعيد تاني الموضوع. زي ما قلنا في حلقه امبارح، انزل العب ما تخافش، بين قدراتك، ما تاخدش المباراه على محمل اللي هو الدنيا صعبه قوي، لا انزل العب بالقدرات بتاعتك وبالمهارات بتاعتك بالهدوء بتاعك، هتعرف تتعامل، هتعرف تخرج من الماتش بانسب حاجه تقدر تخرج بيها زي ما السعوديه عملت النهارده. بس والف مليون مبروك للسعوديه، وباذن الله باذن الله باذن الله في دور ال 16 من كاس العالم.